وأبوها ماخذين قرار إنه يذبوها بالملجأ لأن ولدت بنية. هم ما يحبون البنات، فاتصل بيهم عمها قال لهم أنا أخذها واكتبها باسمي واسم مرتي. وافقوا إنه يعطوه لبنية، لحد ما وصلت لبنية عمرها 17 سنة. بدأ يتردد عليها أخوها اللي من أمها وأبوها، بس هو يدري بالحقيقة إنه هي أخته بس هي ما تدري. فبيناتهم صار شقة وضحك. فمرة من المرات قال لها سارة تعالي وياي. راحت لبنية وياه، قال لها راح أروح للكوفي شوب. المهم أخذها وراح. قال لها سارة ترى أنا أحبك وأريد الزواج وما أضحك عليك. البنية طبعا صدقت لأن ابن عمها دا يقول لها هيك. طبعا هي تعتقد إنه هو ابن عمها، واستمروا على هذا الحال إنه هو يحبها وهي تحبه مدة تقريبا 6 أشهر. لحد ما مرة من المرات قالت له أنت شو وقت تجي تخطبني؟ المهم الولد ظل يأجل يوم باكر عقبه لحد ما ملت البنية. قالت له شو وقت؟ المهم قال لها لا ما أقدر هسه. بس رغم إنه هي ملت بس بقت وياه. فمرة من المرات هي دا تحكي وياه، أمها اللي هي خالتها بالحقيقة سمعتها. قالت لها ويا من دا تحكين؟ قالت لها ويا ابن عمي. البنية ما كانت تضم شي عن أمها، فلما قالت لها إيه أنا أحبه ويحبني وهو ابن عمي، فمنعتها إنه هي تحكي وياه، بس بغطتها إنه أسباب المنع ليش. فظل الولد يتردد عليهم. الأم ما طردته، قالت له بعد لا تدخل بيتنا. الولد يقول لها أنت ما عليك أنا وياها، إنه هو كان يدري بيها إنه هي أخته. لحد ما ضاجت الماية فاتصلت بأم الولد اللي هي أم البنية همين بنفس الوقت. قالت لها تعالي هذا ابنك يريد يتزوج سارة، يقول لي أنت ما عليك أنا أسوي وياها علاقة. أجت أمهم الحقيقية، جابت وياها ابنها وصاحت بنفس الوقت سارة. المهم قعدوا سويا. قالت لها سارة ترى هو ما يصير لك رجل، انتو اثنيناتكم ما حد يصير للثاني. الولد كان رافض هذا الشيء. قالت له مو انت تدري بالحقيقة؟ قال لها لا انا حتى لو ادري بالحقيقة المهم انا حبيتها واريدها. فقالت له بعد هيك انا راح اقول للبنية. لما جت البنية حاجتها قالت لها ترى انا امك الحقيقية وهذا اخوك، ما يصير تسوين علاقة ويا اخوك. تقول انا من هاد اللي حكت هيجي صرت عصبية عليهم وما اعرف ايش صار بيا، حبيت ولد طلع اخويا بنفس الوقت. تقول اكتئبت وحاولوا انه ياخذوني لبيتهم بس انا ما اتقبلهم، ما كنت اريدهم، لان كل ما اتذكر ان هم سووا بيه ما اعرف شو احكي. وتقول هاي قصتي اللي هنا أنا انتهت. رغم ان هم هسه يحاولون ياخذوني لبيتهم يرجعوني يكتبوني باسمهم، بس انا ما مستقبله هاي الوضعية. طبعا القصة حكيتها على حسب ذاكرتي، شلون كنت اتذكرها القصة، شلون حكيتها البنية، لان هي دزت لي على الفايبر وممسوحة عندي من الفايبر، بس انا حافظ اكبر جزء من عندها. واللي هنا تنتهي قصة هاي البنية. طبعا لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات. وعلى فكرة الولد كان يدري بها هي اخته، وهسه حاليا هم واحد منفصل عن الثاني، لان هي درت انه هو اخوها. وقالت البنية فقرة بالاخير حسب ما اتذكر، قالت شوفوا وصل بي الدرجة انه يسوي وياي علاقة رغم انه هو يعرف انه انا اخته. تقول هم عائلتي لو غلطوا وذبوني بالملجأ، ونفرض التقيت أنا وأخويا وصدق حبني نفس ما حبني هسه، كان تزوجنا أنا وياه، والسبب هم أكبر سبب وأكبر غلطة بحياتي. إذا هم مو قد إنه يخلفون بنية أو يخلفون جهال، ليش خلفونه وليش يريدون يذبونه؟ ولما نبوا على أهلي أشوفهم ناس همج. واللي هنا تنتهي قصة هاي البنية.